والنقطة اللي بعدها فكرة الاحترام. الست تحب جدا موضوع الاحترام والتقدير، والاحترام هنا غير الاحترام بتاع الراجل. يعني ايه؟ يعني الراجل لما يقول ان الست تحترمني، هي بتتكلم معاه كويس، ان هي فعلا مقدراه. الاحترام عند الراجل ان هو ياخد رأيها بمحمل الجد. فكرة ان هي زي ما يعني احنا السيرة بتاعت سيدنا النبي مش جاية لنا كده، ده جاية لنا كل حاجة فيها عشان احنا نتعلم. يعني ده بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. جرحه في كل ادق تفاصيله، بياكل ازاي وبيشرب ازاي وبينام ازاي وبيعامل زوجاته ازاي، عشان احنا نتعلم، مش عشان بس جرح بيت النبوة. فلما نشوف سيدنا النبي انه اخذ رأي السيدة ام سلمة، انه كان السيدة خديجة هي اول من احتوته ولجأ إليها في عز ما الناس كلها، وهو كان يتفاخر بده ويذكره أمام الرجال ويذكره أمام الصحابة، ولم ينسى على مر العصور ولا مر الأزمنة، ويجاهر بهذا الحب السيدة عائشة، وكان يدللها ويا عائشة. ففكرة إن أنا فعلا فكرة احترامي بيجي بس مش إن ماشي حاضر يا ست كل تمام، لا، إن عايزة إيه، محتاجة إيه. طيب كلامك على العين والراس، ما يهنهاش قدام لا أهل ولا أهلها. يعني في واحدة تتقدر قدام أهلها وقدام اهله لا، كبري دماغك بقى، معلش ما انا لازم، معلش استحمليني لما اشد عليكي في الكلام عشان ما بالظبط. يقولوش لا، عليا. والقدام وانا لازم اثبت رجولتي، وان اي الرجوله عنده كلمتي يا اما بالزعيق يا اما هي بالصوت العالي. بالظبط.